ثلاث حاجات لو عملناهم هنعرف نستخدم الذكاء العاطفي أو الطريقة الذكية في التعامل مع الآخر. الآخر ده اللي هو ممكن يكون شريك حياتي، أو ممكن تكون صديقة ليا، أو في الناس المقربة. إيه هم الثلاث حاجات؟ أول حاجة الاستماع الذكي. يعني إيه الاستماع الذكي؟ إزاي أنا أسمع بذكاء. اسمع بذكاء يعني ايه؟ يعني اسمع كل اللي عايز يقوله، يعني الكلمه بمدلولها، ما اخدش الكلمه ولو هي حتى كلمه بتضايق او كلمه بتزعل وانفعل عليها. فيبقى الاستماع بذكاء. تاني حاجة الرفض بذكاء. أنا ممكن أرفض، بس أرفض إزاي بذكاء؟ إزاي أستخدم ذكائي في الرفض؟ إزاي وأنا برفض أقول الأسباب المقنعة اللي يقدر الشخص أو الطرف الآخر إن هو يقتنع بيها، وأنا بقولها، مش يبقى أخدها إن هي حاجة ضدي، أو إن هي أسباب مش صح. وده يخليني ان انا قبل ما ارفض لازم افكر، وانا عايزه افكر كويس لازم هستمع كويس وهسمع كل الكلام اللي بيتقال، ما يبقاش عندي سرعه في الرد وان كل كلمه انا عايز اجري وارد عليها. وده يوصلني للنقطة الثالثة اللي أنا حابة أتكلم عليها، في إزاي إن أنا أستخدم الذكاء في العلاقات أو الذكاء العاطفي في العلاقات. الصمت الذكي. إمتى أسكت؟ أعرف إمتى أسكت. التوقيت السكوت، وبالتالي يبقى توقيت الكلام. لما الاقي الشخص اللي قدامي منفعل، ده وقت للسكوت، بحيث ان سكوتي مش هيزود الانفعال، ده نمره واحد. سكوتي هيخلي اللي قدامي هيطلع شحنة غضب، ولكن هيسكت بعدها ويبدا يراجع نفسه. السكوت بيديني فرصه ان انا كمان ارتب افكاري واعرف هرد ازاي كويس. الثلاث نقاط دول هيساعدونا جدا ان احنا تكون علاقاتنا علاقات ذكيه، علاقات مريحه بنقدر نستخدم فيها الذكاء العاطفي بكل سلاسه. مستنيه مشاركاتكم وتعليقاتكم. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حسن. اشوفكم على خير.